عارفين يا بنات، في الحياة دي في ناس كتير بيتعاملوا مع نصيحة أعرف نفسك إنها رفاهية، حاجة ممكن تعمليها لو فات وقت. بس الحقيقة مختلفة تماما. لما متعرفيش نفسك الناس حواليك بيبقوا هما اللي بيبتلوا بالثقة بشد، وده بيحصل من غير ما تحس. كل يوم قرار صغير، كلمة بسيطة، موقف صغير بيتحولوا صفحات كاملة في كتاب حياتك. كتاب مش مكتوب بإيدك انت. خلينا نحكي بصراحة، قد إيه مرات عملتي حاجة مش علشان نفسك لكن علشان حد قالك دي الصح؟ قد إيه غيرتي رأيك أو سكتي عن اللي جواكي علشان ترضي حد أو عشان ما تزعليش؟ كم مرة حسيتي إنك تايهة ومش عارفة إيه اللي فعلا بيخلي قلبك مبسوط؟ المشكلة مش في الناس اللي حواليك، المشكلة إن صوتك الداخلي بيضيع وسط دوشة العالم، المجتمع، الأهل، الأصحاب، والسوشيال ميديا. كلهم بيحددولك شكل حياتك، شكل شخصيتك، شكل قراراتك. مع الوقت الصوت ده بيبقى أعلى من صوتك الداخلي، تلاقي نفسك ماشية في طريق مش طريقك، بس بتعتقدي إن ده الصح. وده سبب كبير ليه كتير مننا ممكن يوصلوا لحاجات كبيرة في حياتهم بس يفضلوا حاسين بفراغ جواهم. النجاح، العلاقات، الشغل، كل حاجة ممكن تبان مظبوطة من بره، لكن من جوه احنا تايهين. لما متعرفيش نفسك بتبقي مستعدة تقبلي حاجات مش مناسبة ليكي، سواء علاقات، شغل، صداقة، أي حاجة مش بترضي قلبك بس لأنها مقبولة من الناس. لكن لما بتبدأي تعرفي نفسك كل حاجة بتبدأ تتغير. أول حاجة هتلاحظيها إنك بتفهمي مشاعرك أكتر، ليه موقف معين بيضايقك وليه موقف تاني يخليكي سعيدة، ليه حد بيكسرلك قلبك بسهولة، ليه حد تاني بيخليكي تحسي بالأمان. معرفة نفسك مش بس فهم اللي جواكي، ده فهم طريقة تعاملك مع العالم كله. أهم جزء لما تعرفي نفسك، هتتعلمي تحطي حدود، هتعرفي تقولي لأ من غير خوف، هتعرفي تختاري صح، سواء في الشغل، علاقات، مواقف، كل حاجة. لما تحطي حدودك تحسي بحرية، حرية مش موجودة لما الناس هما اللي بيكتبوا قصتك. ممكن أديكي مثال، في ناس كتير بتكمل في علاقة مش بتريح، أو شغل مش بتحبه، أو حتى شخصية مش شخصيتها، كل ده علشان ترضي حد أو خوف من الوحدة. لكن أول ما تعرفي نفسك تبقي قادرة تقولي دي مش حياتي، مش قصتي، وهنا بيبدأ التغيير الحقيقي. صدقيني معرفة نفسك مش رحلة سهلة أبدا، فيها أسئلة صعبة، فيها لحظات شك، فيها أوقات ممكن تعيدي التفكير في كل اللي حصل. بس الرحلة دي لازم تتعمل، علشان كل ما تقربي من نفسك كل ما حياتك هتبقى أهدى، أوضح، وأسهل. كل ما تقوي علاقتك بنفسك كل ما تقوي صوتك الداخلي، كل ما الناس حواليك يحترموكي أكتر ويحترموا حدودك. في الآخر خليكي فاكرة حاجة مهمة، انتي مش محتاجة تكوني نسخة من حد، مش محتاجة تمشي في نفس الطريق اللي الناس ماشية فيه. كل واحدة ليها طريقها، قصتها، صوتها. أول خطوة علشان تعيشي القصة دي بصدق إنك تعرفي نفسك بجد، علشان لما العالم يحاول يكتبلك نص حياتك تبقى انتي اللي ماسكة القلم، انتي اللي هتكتبي قصتك بنفسك. وافتكري إن حياتك ملك إيدك انتي. أي خطوة تعرفي نفسك أكتر بتقربي أكتر من السعادة الحقيقية والحرية الداخلية.